خروج جماعي ضخم قريب من كندا. كندا ناوية تقلل حوالي 445 ألف مقيم مؤقت سنة 2025 و 2026. النهاردة هنتكلم عن واحد من أكبر التغيرات في نظام الهجرة الكندي في تاريخه. الخطة الجديدة دي معناها إن كندا هتقلل عدد المقيمين المؤقتين تقريبا نص مليون شخص في سنة واحدة، بس دي مش النهاية. التغيرات اللي جاية في 2026 ممكن تكون أقوى وأخطر كمان. خليك معايا للنهاية عشان أقولك إيه المفاجأة اللي الحكومة محضراها لسنة 2026. من زمان وكندا معروفة إنها بلد مفتوحة للهجرة، لكن خطة الهجرة الجديدة من 2025 لحد 2027 بتغير الاتجاه تماما. دلوقتي الحكومة مش بس مركزة على عدد الناس اللي هياخدوا الإقامة الدايمة، لكن كمان بدأت تحط أهداف لتقليل عدد المقيمين المؤقتين اللي عايشين هنا في كندا. كندا ناوية تقلل حوالي 445 ألف شخص لحد آخر 2025، وبرضه نفس الرقم ده تقريبا هيبقى في 2026، وبعدين تسمح بزيادة بسيطة جدا في 2027 مش أكتر من 17 ألف شخص. يعني في خلال سنتين البلد هتخسر تقريبا في حدود 900 ألف مقيم مؤقت. الهدف إن نسبة المقيمين المؤقتين تنزل من 7% من السكان إلى 5% من السكان بنهاية 2027. ده معناه إن حوالي 2 مليون و800 ألف شخص مش هيبقوا موجودين في كندا تاني. تخيل الرقم ده هيأثر قد إيه على الجامعات وعلى المزارع وعلى سوق الإيجارات. في بداية 2025 كندا كان فيها حوالي 3 مليون مقيم مؤقت، منهم طلبة دوليين وعمال مؤقتين وطالبي لجوء وغيرهم، وده رقم ضخم جدا. الحكومة شايفاه إن ده غير قابل للاستمرار، وعندهم 3 أسباب رئيسية. أولهم أزمة السكن. الإيجارات بقت نار خصوصا في تورونتو وفانكوفر. تاني حاجة الضغط على الخدمات العامة، المستشفيات والمدارس والمواصلات مش قادرة تستوعب. تالت حاجة الضغط السياسي، الناس بدأت تشتكي إن الأعداد كبيرة والحكومة لازم تتصرف. علشان كده الحكومة قررت تقلل بسرعة نسبة المقيمين المؤقتين، بس القرار ده هيأثر جدا على الطلبة والعمال والاقتصاد كله. الطلبة الدوليين هم أول المتضررين. في 2024 بدأت الحكومة تطلب خطاب تأكيد من المقاطعة لأي حد عاوز يقدم، وده لوحده قلل اللي بيقدمه. Guys, we got a letter. وفي سبتمبر 2025 رفعت كندا الحد الأدنى للمصاريف المطلوبة للدراسة. علشان تقدر تثبت إنك قادر تعيش هنا لازم يكون معاك 22,895 دولار. Money. We need money too. وده خلى فرص الطلبة تقل أكتر، خصوصا في الكليات الخاصة اللي عايشة على مصاريف الطلبة الدوليين. بعض الكليات الصغيرة ممكن تقفل فعلا، واللي موجودين بالفعل بيواجهوا صعوبة في تحويل الدراسة أو تغيير التخصص، لأن أي تغيير ممكن يطلب تصريح دراسة جديد تماما. بالنسبة لبرنامج العمالة المؤقتة كمان بيتغير. في يونيو 2025 الحكومة زودت الحد الأدنى للأجور المطلوبة علشان الشركات تقدر تجيب عمال أجانب، وده خلى تشغيل العمال الأجانب مكلف جدا ليهم، فالشركات بدأت تقلل الطلب عليهم. بعض السياسيين في كندا كمان بدأوا يطلبوا بإلغاء البرامج دي نهائي، زي ما عمل رئيس وزراء بريتش كولومبيا. The temporary foreign worker program is not working. It should be canceled or significantly reformed. وقال إنه ده بيأثر سلبيا على الشباب الكنديين نفسهم. لكن رغم كده في النص الأول ل 2025 الحكومة أصدرت أكتر من 105 ألف تصريح عمل مؤقت. يعني الناس لسه محتاجة العمال دي، خصوصا في الزراعة والمطاعم والرعاية الصحية والبنى. أما بخصوص الترحيلات فالأرقام قاعدة بتزيد. من نهاية 2024 كندا رحلت أكتر من 7000 شخص. They leave Canada but never return. وده أعلى رقم من حوالي 10 سنين. ودلوقتي وكالة الحدود الكندية ناوية توصل العدد ده ل 20,000 ترحيل في السنة. Then you leave Canada no choice. بس كل ده طبعا هيأثر على الاقتصاد، ومكتب الميزانية البرلماني حذر إن كندا ممكن تشهد أول انخفاض سنوي في عدد السكان من عشرات السنين. المتوقع إن البلد ممكن تخسر 1,400,000 شخص بحلول 2027 مقارنة بالتوقعات السابقة، وده ممكن يخلي الناتج المحلي يقل بنسبة 1.7%. حتى لو الدخل الفردي زاد شوية، يعني الاقتصاد العام هيتأثر بالسلب بسبب نقص العمال خصوصا في القطاعات الحيوية. الجزء اللي جاي هو الصدمة ل 2026. معظم الناس مركزة على اللي حصل في 2025، لكن الحقيقة إن 2026 هي الأزمة الحقيقية. الحكومة حطت كمان حدود على عدد الناس اللي هتدخل البلد سنويا. I will control everything. في 2025 سمحوا ل 673 ألف شخص يدخلوا كندا، لكن في 2026 الرقم ده هينزل ل 516 ألف بس، يعني أقل ب 150 ألف شخص في سنة واحدة بس. وده هيضرب الجامعات والشركات والمزارع في مقتل.
الطلبة هيلاقوا صعوبة أكتر في القبول، والشركات اللي كانت معتمدة على العمال الأجانب ممكن تتعطل تماما. طب إيه الحل؟ الطلبة لازم يقدموا بدري ويجهزوا إثباتات مالية قوية، ويختاروا مقاطعات أقل زحمة، ويختاروا مدارس بتساعد في طريق الإقامة الدايمة. أصحاب الأعمال لازم يجهزوا خطط لتشغيل محليين أو يعتمدوا على التكنولوجيا. تكنولوجيا. الجامعات لازم توسع قاعدة الطلبة المحليين وتقلل اعتمادها على الأجانب، والمجتمعات المحلية لازم تتهيأ لتغيرات في السكن والاقتصاد. اللي جاي في كندا مش بسيط، البلد داخلة في فترة صعبة من التوازن بين الاقتصاد والهجرة، لكن اللي أكيد إن سنة 2026 هتكون نقطة التحول الحقيقية. فلو مهتم تتابع كل جديد، اشترك في القناة وفعل الجرس علشان تعرف أول بأول إزاي التغيرات دي ممكن تأثر عليك أو على مستقبلك في كندا. واكتبوا لي تحت في التعليقات آرائكم، وأشوفكم الفيديو الجاي في كندا بعيون واقعية.